في دكتور اسمه جمال شعبان، دكتور مشهور. شخص سبب وفاة المطرب أحمد عامر وقال الكلام اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. قال إن وجع البطن والحرقان والحموضة ممكن تكون جلطة وتؤدي لسكتة قلبية. المرحوم أحمد عامر اشتكى من وجع في بطنه، وطبعا الحرقان ده ووجع البطن كان جلطة حادة بالقلب أدت إلى سكتة قلبية نتيجة رجف. كمل كلامه وقال: نصيحة لوجه الله، لو حد جابلك سيرة أي وجع في الصدر أو أعلى البطن أو حرقان في الصدر وحموضة جامدة، وخاصة لو مصحوبة بعرق وإجهاد، ما تديلوش مسكن أو علاج للمعدة وخلاص. قول له يروح فورا لأقرب مستشفى يعمل رسم قلب وتحليل إنزيمات القلب. أي حد بيشتكي من وجع صدر أو حرقان في منطقة الصدر اوعى تقول له دي حموضة أو ارتجاع مريء إلا لما تكشف على القلب ويطمنك دكتور قلب. وختم كلامه وقال: ربنا يرحمه ويحسن إليه، وطلب من الناس إن هي تشير البوست ده، يمكن يكون سبب في إنقاذ حياة حد. وبعد كده ختم كلامه: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الدكتور ده حب ان هو ينشر الكلام ده لسببين. اول سبب ان هو حب يبين ايه السبب الحقيقي لوفاة احمد ماهر، لان في ناس كتيرة جدا وصفحات كتيرة بتقول يعني اسباب غير حقيقية خالص لوفاة احمد ماهر. بيقولوا ان امراض تانية مختلفة خالص ما كانتش عنده اصلا. فهو حب ان هو يبين ايه السبب الحقيقي عشان خاطر الناس اللي بتتكلم او بتقول كلام غلط لا يبقى واضح ايه السبب الحقيقي للناس. تاني حاجة ان هو برضو عايز كان يفيد الناس اللي ممكن يجي لها حموضة او يجي لها ألم معين وتستهون بيه وتقول لا دي حاجة عادية. فهو حب ان هو يعني يخلي الناس تاخد بالها اكتر وما تستسهلش. ويمكن برضو من الناس اللي عملت كده كان الفنان تامر حسني لما ابنه آدم تعب، برضو اتكلم عن موضوع وخطورته ان الواحد لما يجيله ألم بسيط ما يسكتش او ما يعديش الموضوع، لان ممكن الموضوع يقلب بحاجة كبيرة قوي قوي قدام. فدي من الحاجات اللي دايما الناس المشاهير بيحبوا يعملوها، سواء كان دكتور او حد يعني مش دكتور بس حد مشهور ومر بتجربة معينة زي تامر حسني او زي الدكتور ده لما شاف حاجة زي كده فحب ان هو ينصح الناس، لان ممكن حد فعلا يمر بالحاجة دي ويستسهل ويشوفها ان هي حاجة عادية، لكن بيكون في الوقت اللي بيكون عنده مرض خطير وهو مش واخد باله. فدي حاجة كويسة جدا وان شاء الله تبقى في ميزان حسن.